إياك تبعد عن قيام الليل. ده قيام الليل ده مفتاح البداية اللي ما ينفعش تنزل تحته. يعني دي البداية بتاعت الصحابة، دي ما ينفعش تنزل تحتها. يعني لو انت بقالك فترة كل حاجة واقفة، رجع قيام الليل. يعني قرار رجوعك الأول كل اللي أنا قلته مش موجود، ارجع بقيام الليل. بس اعتبره شيء مقدس. يعني تعامل مع قيام الليل ده ان ده انقاذ، ده جهاز التنفس الصناعي اللي انت لو شلت من عليه تموت. يعني تعامل مع قيام الليل ده انه شيء يعني عبادة انقاذ ليك. يعني بلاش تتعامل مع، طبعا هو إقامة الفروض، لكن أقصد ان عبادة قيام الليل مع انك تترنم في بكتاب الله سبحانه وتعالى في وقت خالي وتحاول تعيش هذه المعاني، لو انت عملت ده صح كل حاجة هترجع ان شاء الله. وهتبصر انت مش ماشي في الطريق لوحدك، اللي ماشي بيبحث عن مراد ربنا معه معية الله. سيبك من اللي انا بقوله ده، كل اللي انا بقوله ده ممكن يطلع غلط اصلا. الصادق بيصل. انا ممكن تستشير حد يقول لك افكار غلط، انت معاك معية الله لو انت صادق وعايز توصل، وربنا هيبصرك ايه الانفع ليك وتختار ازاي اختيارات في حياتك. بلاش حاله الشلل اللي بتجيلك اختار ايه وما اعرفش اعمل ايه وممكن اضيع. هو انت في الهوا، في اين الله؟ ربنا مش هيسيبك ابدا حتى لو اخترت اختيارات غلط. لو انت صادق لن يضيعك الله سبحانه وتعالى. فانت لازم تستحضر هذه المعاني. المعاني دي محتاج تجيبها من قيام الليل.